السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وعافية وسلام. طيب هنخش في المثال اللي بعديه وهو nearly lucky number. تمام. فكرة المثال ايه؟ بيقول لك ملخص. قال لك عد لي مجموع الأربعة والسبعة الموجودة في الرقم. يعني مثلا تعالى هنا، قال لك ايه؟ قال لك في هنا كام؟ 4 و7؟ في حوالي 3. تمام. طيب فقال لك هنا نو. طب ده معناه ايه؟ قال لك بص، يعني قال لك ان في ارقام حظ. ايه الارقام الحظ دي؟ يا اما 4 يا اما 7. فانت لما تعمل مجموع، تعالى نعمل بنت هنا، نيجي هنا نيجي بس. تمام. قال لك بص، قال لك لو انت بعد ما عديت الأربعة والسبعة اللي في الرقم اللي هديهولك، تمام، ولقيت مثلا مثلا الأربعة متكررة مرتين، السبعة متكررة 5 مرات مثلا، تمام، فده كده هتجمع الاتنين زائد الخمسة دول هيدوك 7. حلو كده؟ حلو يا باشا. طيب لو افترضنا إن ما كانتش 5 وكانت 2، فين البتاع؟ وكانت 2، تمام، نفترض ده هيديك 4. المفروض في الحالتين دول ترجع له يس، لأن بالنسبة له الأربعة والسبعة دول بالنسبة له لاكي نمبر، أرقام محظوظة وأرقام كويسة. طيب أقل من كده لأ، أعلى من كده لأ، ما بين الأربعة والسبعة هترجع له نو. تمام. يبقى تاني فكرة المسألة، قال لك انك انت هتعد لي الاربعه والسبعه دول اتذكروا كام مره في الرقم اللي انا دخلته لك. اتذكروا 2 رجع لي نو، اتذكروا 3 رجع لي نو، طب اتذكروا 4 رجع لي يس، اتذكروا 5 نو، 6 نو، 7 يس، وهلم جر. يلا بقى لو خش على الكودنج على طول. بص يا باشا، ركز عشان انا في طريقه هستخدمها تاني. احنا لازم نقول الطريقه اللي احنا هنمشي عليها. تمام. فاول خطوه، اول خطوه هاخد منه الرقم، هاخده على شكل سترينج عشان هيبقى رقم كبير جدا، ممكن يدخل لي مليون كده مثلا، فهاخده على شكل سترينج عشان اقدر الف براحتي بالفور لوب. تمام تمام كده، هاخده على شكل ايه؟ سترينج اس تي ار. حلو قوي. هعمل فور لوب. الفور لوب دي بتعمل ايه؟ الفور لوب دي بتعد لو الاس في الاندكس سوري ايكوال 4 او السبعة، تمام، لو ايكوال كده هكون انا عامل عداد فوق. تمام. ثواني، هو في هكون انا عامل عداد فوق العداد ده وليكن سي، فهو هيزود 1 في كل مره يلاقي فيه الاربعه والسبعه. طب هو لقى الاربعه والسبعه 5 مرات، معنى كده ان هو هيوصل هنا 5، لقى 6 هيوصل 6 او 7 وهكذا. يلا نبشر على الكود على طول. انتجر ان، تمام، وهنعمل انتجر السي وهنديك قيمه 0 لان ده العداد بتاعنا. هنعمل فور لوب، تمام، وهنعمل بس ما ننساش ان سي ان سوري، كنت بنبه عليك انها تبقى string وانا في الاخر نسيت انها تبقى string اس. اوكي هيدخل اس كله تمام. انتجر اي ايكوال 0، اي اصغر من اس دوت سايز، و اي بلس بلس. طبعا ده كله انتوا واخدينه في الاساسيات، معرفش مع مين، انا لسه ما نزلتش كورس اساسيات، لكن باذن الله الكورس ده هينزل قريب. هو هيبقى عباره عن اولا بص عشان بس تبقى عارف انا الكورس اللي انا بعمله هيؤدي لايه بالظبط. معلش قبل ما نكمل المساله دي، اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم هشرح لك اساسيات الرياضه. طيب تاني حاجة بعد أساسيات الرياضة هشرح لك أساسيات الكمبيوتر، Fundamental of Computer Science، Computer Science. تمام. تالت حاجة هديك سي بلس بلس. تمام. رابع حاجة هتاخد معايا البروبلم سولفنج بعد بعد أساسيات السي بلس بلس، هنخليها بي اس بروبلم سولفنج. طيب
معلش انا منظم جدا. خلصنا يا باشا. هنخش على الداتا ستراكشر. تقول لي طب ما ناخد اس تي الز، اقول لك ما انت هتاخدها في الداتا ستراكشر لوحدها لو انت داخل كومبيتيتيف بروجرامينج، ومش محتاج دلوقتي تاخد داتا ستراكشر، فانت بتاخد اس تي الز. لكن انت دلوقتي هتاخد داتا ستراكشر وانت مرتاح، مش محتاج يعني تسمع الاس تي الز فقط. تمام، هتفهم ده قريب. يعني طالما هتاخد داتا ستراكشر فانت مش محتاج تسمع الاس تي الز، فهتاخد داتا ستراكشر. تمام. طبعا معلش انا اسف، انت بعد البروبلم سولفنج دي انت هتاخد ايه؟ الاوبجكت اورينتد بتاع السي بلس بلس. بعد كده هتعمل المشاريع بتاعتك، بروجكت. بعد كده هتاخد داتا ستراكشر. تمام. خلصنا داتا ستراكشر. هتحل بروبلم سولفنج. تمام. خلصنا. هنعمل حوالي كام مشروع كده. تمام، 9 يا عم. بي ار بروجكت. تمام. خلصنا. هنخش مثلا ناخد اللغه الجديده، وانا بحب ابدا بجافا. هتاخدها كباك اند، انا ماشي في مسار الباك اند. تمام. بعد كده همشي في مسار فرونت اند، وبعد كده برضو هبدا في السايبر سيكيورتي باذن الله. تمام. فهنا هتبدا بجافا، هتاخد معاك يوم ولا حاجه لو انت شخص مجتهد. جافا. بعد كده هتاخد الاوبجكت اورينتد. بص، بعد كده طالما انت دخلت مجال الباك اند وانت واخد الحاجات دي قبل كده، فلما انا اقول لك جافا او اقول لك اي لغه اعرف انك انت كده هتاخد معاها الاوبجكت اورينتد والسنتكس بتاعها. تمام. عذرا. طيب 11 بقى هناخد الداتابيز. كورس ممتع على فكره وهيعجبك. خلصنا داتابيز، هناخد فريم ورك. وطبعا هيبقى الغني عن التعريف بالنسبه لي اللي هو سبيرنج بوت. تمام، هنكتبها فريم وورك. تمام. بعد كده هنقعد نعمل تقريبا 5 مشاريع. هل ده مش مجاني؟ كل الدوره دي مجانا بالكامل. تمام، الدوره بتاعت الباك اند دي مجانا بالكامل، يعني مش هتدفع ولا جنيه، وهتبقى متأسس 1000 مرة عن الناس اللي بيدوا في منصات وحاجات كده، مش يعني إلا من رحم ربنا. تمام تمام، حلوة. لكن أنا حاليا عشان مشغول فبنزل بروبلم في الفكر. طيب احنا عاوزين نعدي بقى نشوف هل هنعمل اس في الاندكس ايكوال 4 او ايكوال او سوري اللي هي اور اس اوف الاندكس ايكوال 7. تمام. انا غلطان غلطه شنيعه دلوقتي هتوديك في داهيه. ماشي، هتشوفها بعدين. هنعمل سي بلس بلس. تمام. بعد كده سي اوت للسي. تقول لي طيب ايه الغلطه؟ اقول لك تعالى نشوفها انا وانت ايه الغلطه بعد ما نعمل ران للكود بتاعنا. عملنا ران، تعالى ندخل رقم من الارقام اللي هو عاوزها. تمام. هو مدخل 40047 ومديك، والرقم كان نو. سوري معلش انا نسيت حوار النو ده خالص. هنا نخلي مثلا يس. تقول لي هو ايه اللي يس يا محمد؟ اقول لك اهو اف سي. السي ده ايكوال 4 او سي ايكوال 7. اطبع لي دي. تمام. else اعمل لي سي اوت للنو. اوكي. طيب ما فيش حاجه تاني كده. run. يس. اقفل يلا. طبع لك نو. نجرب اللي بعديه. قال لك 7 7 4 3 سبعات 4. 7 7 4 3 سبعات 4. قال لك نو. طبعا دي غلطة شنيعة. ليه؟ لأن احنا بص تعالى كده
عارف ليه قال لك نو؟ ها تعالى بقى بص يا باشا، انت دلوقتي مدخل له سترينج، والسترينج هو كانك بتقول له array of character. تمام، كانك بتقول له array of character. طب هو كده ازاي هيبقى يساوي 4؟ ازاي القيمة اللي هنا تساوي 4؟ هي مش هتساوي 4 في الحقيقة، لكن هي هتساوي كاركتر 4. عرفت الفرق اللي خلاه يطلع يس او نو؟ تمام، فتعالى نجرب الكود اللي طلع لنا نو ده. مش ده طلع لنا نو. تعالى نجربه تاني. هو طلع لنا نو صح؟ احنا بس حطينا الحاجات دي فقط صح؟ تعالى 7 7 4 3 سبعات 4 صح؟ ثواني 3 سبعات 4 اوكي، زود 4 هيطلع لك كيس. مثال جميل وحلو وبرده بيعلمك الاساسيات والبتنجان وكده. حاول تتمرن، لان معظم ريد 800 تقريبا، ريد 800 كله يدور حول انك بس تبقى فاهم لوجيك مش اكتر. طبعا لوجيك وشويه كود يعني. تمام، وده ميزه ليك انك بتتمرن كويس جدا كويس جدا 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 بالطريقه دي. تمام، بحيث انك لما تدخل على ريت 900 و1000 وبتاع والحاجات الجميله دي بتبدا انك تبقى على الرايق خالص. تمام، من غير رغي كتير بقى ومن غير كلام كتير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.